السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا دكاترة. في الفيديو ده أو في السيشن دي هنكمل إن شاء الله شابتر الهرمونز. شفنا أول فيديو السكر، وتاني فيديو شفنا الجونادال هرمونز اللي هو الأندروجين والإستروجين والبروجستيرون. الفيديو ده إن شاء الله آخر فيديو في الهرمونز. معلش شابتر الهرمونز كبير شوية، ولكن علشان المواضيع مرتبطة ببعضها. هنتكلم في الفيديو ده إن شاء الله عن الثيرويد هرمونز والADH هرمون، وهنتكلم بقى عن الانفيرتيليتي والهرمونات اللي بتستخدم وبعض التوبكس السهلة كده ان شاء الله. فيلا بينا. الثيرويد هرمون، الثيرويد جلاند اللي هي بتبقى موجودة في الرقبة هنا زي ما انت شايف كده، تمام. بتطلع هرمون الثيروكسين اللي هو التي 3 والتي 4، وبتطلع كمان الكالسيتونين هرمون، وبيبقى فيه الباراثيرويد ورا اللي هي بتطلع الباراثيرمون هرمون. المهم يعني الثيرويد جلاند دي بيجي لها التي اس اتش اللي هو الثيرويد ستيموليتنج هرمون، يعمل ستيموليشن للجلاند علشان تفرز وتطلع تي 3 وتي 4. والتي 3 والتي 4 لما بيزيدوا بيروح يعملوا نيجاتيف فيدباك انهبيشن على البيتويتري جلاند. دي البيتويتري جلاند اهي احنا مكبرينها، بتبقى موجوده تحت المخ كده، ده المخ اهو. والبيتويتري جلاند او بيسموها الغده النخاميه لانها بتبقى شبه النخامه كده تحت المخ بالظبط، فيها حاجه صغيره كده بدنكوليتد كده. طيب، وبالتالي الامراض اللي ممكن تيجي في الثيرويد جلاند اما هايبو فانكشن او هايبر فانكشن، الغده ما بتفرزش او خامله، ودي اسمها هايبوثايروديزم. طيب، بيبقى العيان بالشكل ده كده، بيبقى منفخ وعينه مورمه زي ما انت شايف كده. وفي هايبر ثايروديزم، العيان بيبقى اكتف، تمام، وبيبقى فيه اشهر حاجه اللي هو جحوظ العينين زي ما انت شايف كده، وساينز كتير قوي للهايبرثيروديزم، ولكن يعني احفظ الشكل ده كده وخلاص. طيب، العلاج بتاعهم ايه سريعا كده؟ والله هايبوثيروديزم يعني في هايبو فانكشن، يبقى احنا محتاجين ندي ريبليسمنت ثيرابي، ندي هرمون بديل للثيروكسين هرمون اللي هو كان بيتصنع. طيب، ممكن يعني السبب بتاع الهايبوثيروديزم ايه؟ اما ان الغده يعني خلاص وقفت عن العمل، او اتشالت بجراحه، وده اشهر حاجه. اشهر حاجه ان واحد كان عنده اي مشكله في الغده وشالها، وبعد ما شالها بيبدا ياخد ريبليسمنت ثيرابي يمشي عليه التروكسين 50 او التروكسين 100، بيتاخد قرص صباحا على الريق. لازم يتاخد على الريق اول حاجه كده لانه بيتاثر بالاكل جدا، تمام. وفي اللي زيه الايوثايروكس. ايوثايروكس ده عباره عن ايه؟ ثيروكسين هرمون او ليفوثايروكسين اللي هو ريبليسمنت للثيروكسين هرمون اللي موجود في جسمنا طبيعي، تمام. بيتاخد للهايبوثيروديزم، بس هو ده اللي انت محتاج تعرفه دلوقتي. طيب، في لو عندنا بقى هايبر ثيروديزم يعني في نشاط في الغده، فاحنا بناخد حاجه تقلل تصنيع الثيروكسين هرمون. عندنا الكاربيمازول، كاربيمازول او ثيروسيل. ثيروسيل ده ماده البروبايل ثيوراسيل، او الكاربيمازول ماده الكاربيمازول بنفس الاسم، تمام. ده عباره عن ايه؟ حاجه بتقلل نشاط الغده. وعندنا اندرال، طبعا احنا عارفين ان هو كان بيقلل الاعراض بتاعه الهايبرثيروديزم، لان الهايبرثيروديزم بتلاقي الاعراض بتاعته تاكيكارديا، السمباثيك شغال قوي، فهو بياخد اندرال باقصى جرعه ليه 160 مللي جرام، اللي هو 4 اقراص في اليوم يعني، من اندرال 40. ده بيعمل ايه؟ يعني بيقلل الفانكشن بتاع الثيروكسين هرمون معايا. يعني هو زي فيسيولوجيكال انتاجونست كده. الثيرويد هرمون بيعمل تاكيكارديا وبيزود السمباثيك قوي، فده بيقفل السمباثيك ويقلل الهارت ريت ويحافظ على الشخص، تمام. طبعا العلاج ده يعني ما بيتمشيش عليه كتير، هو بس الشخص بياخده فترة مثلا ولكن شهر ولا حاجة على ما يتجهز للجراحة، لأن مش هيفضل ماشي على الحاجات اللي هي بتقلل نشاط الغدة الدرقية ده باستمرار. هو بس بياخده شهر ولا حاجة على ما يقلل نشاط الغدة ويتجهز للعملية الجراحية، وهيدخل يشيل الغدة، وبعد ما يشيلها هيمشي على خلاص هو شال الغدة فما بقاش فيه ثيروكسين خالص،
فهيمشي بقى على الادويه التانية اللي هي ايه ريبليسمنت سيروم. تمام. حاله سريعه كده مش محتاجين ندخل فيها قوي يعني. الاي دي اتش هرمون الانتي دايوريتيك هرمون، الهرمون اللي بيمنع اضرار البول وخصوصا في الليل. بنستخدمه سينسيتيك. تمام. عندنا حاجه اسمها ديزموبريسين. الاي دي اتش اسمه فازوبريسين. ديزموبريسين ده سينسيتيك اي دي اتش. وظيفته ايه؟ ان هو بيستخدم في برايمري نكتورنال انيوريسيس. اي طفل صغير تمام عدى مثلا سن 5 سنين ولسه بيعمل حمام على نفسه وهو نايم بالليل، فبياخد الديزموبريسين ده. هو ده الفيرست لاين كحاجه تقلل افراز البول وبالتالي تقلل كميه البول وبالتالي ما تخليش الطفل ده يعمل حمام على نفسه وهو نايم. عندنا مينرين واوميجا بريس. مينرين ميلت اللي هو بيبقى اقراص كده بتبقى سريعه الذوبان في البق. اوميجا بريس بيبقى اقراص بتتبلع. الاتنين واحد يعني في الاكشن هو في الافيكاسي برضه هو ولكن يعني الاطفال بتحب المينرين ميلت شويه علشان يعني بيبقى سابلينجوال كده وبيتمص، بيبقى احسن من بلع الاقراص يعني عند الاطفال. ولكن الاثنين نفس الاكشن وعملوا دراسه عليه هو بالظبط. تمام. ماده الديزموبريسين موجوده بتركيز 120 مايكرو جرام. تمام. اللي هو الميلت، وموجود بتركيز 2 من 10 مللي جرام او 1 من 10 مللي جرام اللي هو اوميجا بريس. يعني اوميجا بريس في منه 1 من 10 وفي منه 2 من 10. مينرين ميلت في منه تركيز 60 مايكرو جرام و120 مايكرو جرام. تمام. اهو زي ما بقول لك ده الفيرست لاين تريتمنت فور انيورسيس. اي حد عنده تبول لا ارادي او الاطفال الصغيره بياخد الحاجات دي بتقلل اضرار البول عنده. انتي دايوريتيك هرمون اي دي اتش. تمام. الدوز بتاعته 2 من 10 مللي جرام 1 اور بيفور سليب. بياخد مثلا اوميجا بريس 2 من 10 مللي جرام مره واحده كده كل يوم قبل النوم بساعه. او مينرين ميلت برضو تركيز ال 120 ياخد منه قرص مره واحده في اليوم قبل النوم بساعه. ممكن يوصل للجرعه الاعلى اللي هي 240 مايكرو جرام من هنا او 4 من 10 مايكرو جرام من هنا لو ال2 من 10 ما جابتش نتيجه. وممكن تبدا بتركيز ال 60 وتركيز ال1 من 10 لو الحاله بسيطه، يعني بتبدا مثلا بتركيز ال 60 وال1 من 10 ما جابتش نتيجه بترفع للي اعلى منه. ممكن ياخد قرصين مع بعض من المينرين او من الاوميجا بريس. تمام. برضو ده كده ايه حاجه سريعه كده. كل ده اللي انا محتاج تعرفه عنه. بيستخدم فيه التبول اللا ارادي. طبعا التو توبكس دول مش مكتوبين في الكتاب، الثيرويد والديزموبريسين. فمعلش بقى ايه اكتبهم معايا او خد سكرين شوت ليهم كده. تمام. ندخل بقى على الموضوع اللي فاتح عيادات النساء والذكورة وهو الانفيرتيليتي، العقم. موضوع كبير جدا وفي كلام كتير جدا وتعتبر دكاترة النساء ما بتعملش اي حاجة غير ان هي قاعدة على الموضوع ده. فيلا بينا. قبل ما ندخل في موضوع الانفيرتيليتي مهم جدا كده نفهم حته فيسيولوجي كده ازاي الاف اس اتش بيطلع وازاي بيروح يشتغل على الاوفري وازاي الاستروجين بيطلع علشان نبقى فاهمين العقم بيجي منين بالظبط ولما نعالج هنعالج ايه بالظبط. تمام. عندنا ادى المخ موجود فيه البيتويتري جلاند. تمام. دي البيتويتري جلاند. البيتويتري جلاند بتطلع هرمون الاف اس اتش. طيب الاف اس اتش بيروح هنا على الاوفري. هذا الاوفري بيبقى فيه الجرافيان فوليكل صغيره كده، بيروح يكبر الفوليكل لحد لما في الاخر تفرقع. تمام. وتطلع الاوفم. يبقى الاوفم اللي بيطلعها بقى هو ال اتش برضو بيطلع من البيتويتري جلاند اول لما الجرافيان فوليكل تكبر جدا لاكبر
درجه ليها بيطلع ال اتش، تمام، ويفرقعها ويطلع منها الاوفر. بعد كده الجرافيان فوليكل دي تتحول للجسم الاصفر، تمام. يعني ده كده ابسط حاجه اللي احنا عارفينها من ايام ثانوي، مش هقول لك طالب في كليه طب ولا صيدله ولا بتاع. طيب ازاي بقى الاف اس اتش ده نفسه بيكبر جرافيان فوليكل وبيطلع الاستروجين ازاي؟ عندنا في هنا حاجه اسمها دهيه، داي هيدرو ايبي اندروستيرون، اللي هو اندروجين او تستوستيرون، تمام. يعني الدهيه ده عباره عن تستوستيرون ولكن حاجه اقوى منه شويه. بيطلع منين؟ بيطلع من السوبرا رينال جلاند، بتطلع الدهيه. الدهيه دي الاف اس اتش بيروح يشتغل عليه، تمام، ويحوله لاستروجين. طب هل الاف اس اتش نفسه هو اللي بيحول الدهيه للاستروجين؟ لا، الاف اس اتش بيدي الاذن لحاجه اسمها اروماتيز انزيم، تمام. اروماتيز انزيم، الاروماتيز انزيم هو ده اللي بيحول الدهيه للاستروجين، ولكن ما بيحولوش كده باستمرار. بيحوله امتى؟ لما الاف اس اتش يزيد وهو اللي بيقول له اعمل كده، تمام. احنا علينا سن اهو. طيب والاستروجين ده يعمل ايه؟ معنى ان في استروجين طلع ان فيه اف اس اتش طلع بنسبه عاليه، فالاستروجين يروح جاي رايح على البيتويتري جلاند وعامل نيجاتيف فيدباك، يعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن للبيتويتري جلاند، تمام كده. وبالتالي الاف اس اتش طلع الاستروجين، تمام، يقوم الاستروجين يروح يعمل له نيجاتيف فيدباك ويوقفه. خيرا تعمل شرا تلقى. طيب العقم بقى في الستات بيجي منين؟ هنمسكها كده من تحت. اول حاجه، مش الاستروجين ده لما زاد، الاستروجين وظيفته كان بيعمل ايه؟ كان بيروح يكبر بطانه الرحم ويزود البلاد سبلاي ليها ومعرفش ايه والكلام ده كله. طيب لو الرحم نفسه في مشكله، الرحم في اي مشكله بتخلي مثلا البويضه اول ما تيجي تمسك في الرحم هنا ما تعرفش تمسك، في مثلا حاجه اسمها بايكورنيت، حاجه اسمها انترسبتيت، يعني ايا كان في مشكله في الرحم نفسه البويضه ما بتعرفش تمسك، وبالتالي مش هيحصل حمل. طيب ممكن يكون المشكله في الاوفري نفسه، يعني الاوفري نفسه في مشكله. اشهر مشكله في الاوفري هو البوليسيستيك اوفري سندروم، ان السيستس دي بيجي الاف اس اتش يكبرها، بس يكبرها للحجم ده كده وتقف. ليه؟ في دهون كتير في المبيض والسيست ما بتكبرش بكميه كافيه، وبالتالي تحس ان الدنيا ايه، الاوفري بدل ما في جرافيان فوليكل واحده تكبر كده وتبقى حجمها كبير وتطلع بويضه، هتلاقي فيه بوليسيستيك، يعني في بدل الواحده من دي تلاقي فيه 10 موجودين هنا كده بوليسيستيك، كلهم صغيرين ما فيهمش بويضه ناضجه تقدر ان هي تطلع اوفم يعني كويسه. فدي مشكله. او مشكله تانية ان يكون الاف اس اتش والال اتش نفسهم تركيزهم ضعيف، او البيتويتري جلاند ما بتطلعهمش كفايه. دي اشهر مشاكل العقم. علينا في الليفل شويه ولا ايه؟ انا حاسس ان يعني انا بعرفك الكلام ده اولا علشان يعني انت كبنت مثلا تبقى عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط، تبقى عارفه مثلا لو حد من قريبك، حد من جيرانك، حد من العيانين اللي معاك في الصيدليه، يعني الحاله دي هتقابلك كتير جدا، وبتبقى الناس خايفه ومش عارفه يعني تعمل ايه ولا تروح فين ولا تيجي منين. فعشان كده انا بحاول يعني ايه ادخل في اصول الموضوع شويه. وبالتالي علاج العقم بقى هيبقى ايه؟ والله لو في مشكله في ال اتش والاف اس اتش دول، فاحنا نديهم من بره، ندي سينثيتيك اف اس اتش وسينثيتيك ال اتش من بره. لما يزيد الاف اس اتش هيزيد الاستروجين، وكمان هيزيد الجرافيان فوليكس. ما هو الاف اس اتش اسمه فوليكولار ستيموليتنج هرمون، هو اللي بيكبر الفوليكل.
فهيفضل يكبر الفوليكل يكبر الفوليكل يكبر الفوليكل لحد لما يوصلها للحجم الكويس بتاعها. طيب وندي ال LH طبعا بيبقى بقى بالسونار، الدكتور بيتابع بالسونار وبيروح يبص على الفوليكل يفضل يتابعها، بيبص مثلا على اليوم العاشر على اليوم ال12 لحد لما الفوليكل تبقى كبيرة جدا، تمام، وصلت للحجم المناسب بتاعها، يبدأ يدي ال LH، تمام، اللي هو هيفرقع الفوليكل. وبعد 36 ساعة، تمام، بيقول ان لازم يحصل علاقة ما بين الزوج والزوجة بعد 36 ساعة، لان ال LH هيشتغل في خلال 36 ساعة، هيكون الاوفم طلعت، فالاوفم طلعت يكون برضو في علاقة ساعتها بحيث السبرم يقابل الاوفا ويحصل تلقيح. طيب دي كده اول حاجة. طيب تاني حاجة، مش الاستروجين ده كان بيروح يعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن للبيتويتري جلاند؟ طب احنا لو عملنا بلوك للاستروجين هنا، قفلنا الاستروجين ريسبتور اللي موجود في البيتويتري جلاند، وبالتالي البيتويتري جلاند هتفضل تطلع FSH وتطلع FSH وتطلع FSH، مش هتقف. يعني ال FSH عمال يطلع استروجين ولكن مفيش حاجه بتوقفه من البيتويتري جلاند، فيزيد ال FSH، بس يزيد بقى من البيتويتري جلاند نفسه، يعني يزيد بكميه كبيره، مش احنا اللي مدينه من بره، لا احنا اعتمدنا على ان الغده نفسها هي اللي تطلعه، وبالتالي برضو حاجه كويسه. طيب ممكن ايه تاني؟ ممكن ندي حاجه تنهبت الاروماتيز انزيم. ايوه، لما نعمل انهبيشن للاروماتيز انزيم، مش الاروماتيز انزيم هو اللي كان بيحول الدهيه لاستروجين اللي هو الاي 2 استراديول؟ طيب الاستروجين ده كان بيروح يعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن. طب احنا لما نوقف الانزيم ده يبقى مفيش اي 2 هيتكون اللي هو هيروح يعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن، وبالتالي كويس جدا برضو ان احنا منعنا الاستروجين انه يعمل فيدباك انهبيشن، وبالتالي زودنا الاف اس اتش والال اتش لاقصى حاجه. واخر حاجه ممكن يكون في زياده في هرمون البرولاكتين. هرمون البرولاكتين ده هرمون بيطلع من الغده النخاميه برضه. طيب زياده هرمون البرولاكتين بيقلل الاف اس اتش والال اتش. طيب لما احنا نقفل البرولاكتين هيزيد الاف اس اتش والال اتش. فلو المشكله ان في زياده في البرولاكتين، تمام، والدكتور لقى علامات على زياده البرولاكتين او عمل تحليل او كده، يبقى هيدي برولاكتين انهبيشن، وبالتالي يزيد الاف اس اتش والال اتش. تمام. مشهور جدا يعني البرولاكتين اللي هو هرمون اللبن، الهرمون بتاع اللبن. اي واحده يعني مشهور جدا كده، مش عارف سمعت المصطلح ده ولا ايه، تقول لك انا برضع نظيف. يعني ايه برضع نظيف؟ يعني لما بيزيد هرمون البرولاكتين في الجسم، تمام، بيعمل انهبيشن للاف اس اتش والال اتش، وبالتالي مفيش دوره ومفيش استروجين بيتكون، ولا في بطانه الرحم بتكبر، ولا اي حاجه من الحاجات دي، بترضع نظيف. الست فاهمه وانت مش فاهم، برولاكتين زاد فبيوقف الاف اس اتش والال اتش، وده طبيعي. يعني في واحده دلوقتي بترضع، فازاي ربنا هيخلي واحده بترضع وفي نفس الوقت عندها قابليه ان هي تحمل تاني؟ يعني هترضع ولا هتحمل؟ فدايما هرمون البرولاكتين بيبقى عالي جدا، وخصوصا في اول 6 شهور في الرضاعه، علشان بيمنع الاف اس اتش والال اتش. طبعا هو بقى مش هيبقى هنا عالي في الرضاعه، يعني مفيش واحده هتبقى بترضع وجايه عايزه تحمل، هو هيبقى عالي في وقت عادي جدا المفروض ان هو ما يبقاش عالي فيه، فاحنا عايزين نقلله. تمام كده. ده نقدر بقى نشوف ادويه الانفيرتيليتي واحنا فاهمين. infertility treatment، اول حاجه avoid the overuse of lubricant and vaginal douches. معظم الفاجينال دوشز والكريمات اللي بتستخدم كلوبريكانت، اي حاجه، الست اللي هي بتستخدم غسول مهبلي كتير جدا جدا جدا، او لو بتحط اي حاجه لوبريكانت، سواء الراجل هو اللي بيحط او الست او هما الاثنين، كل الحاجات دي بيبقى فيها حاجات سبيرميسايدل، يعني مواد كيميكالز بتقتل السبيرمز، وبالتالي السبيرم لما يتقتل هيحصل حمل ازاي؟ فده اول حاجه كده، نتجنب كل الحاجات دي. تاني حاجه
determine the fertility window interval and increase the intercourse frequency at this period. ايام زمان كان في اقراص منع حمل؟ ما كانش في اقراص منع حمل. طب الناس كانت بتمنع حمل ازاي؟ بالطريقه اللي هو يعرف الوقت بتاع الاوفيوليشن امتى ويتجنب ان هو يعمل علاقه في الوقت ده. طيب وقت الاوفيوليشن بيبقى ازاي؟ الدوره بتبدا عند اليوم الزيرو، بعد كده عند اليوم ال14 بيحصل اوفيوليشن، وبتنتهي الدوره عند اليوم ال28. تمام؟ ولكن ده متوسط، مش كل الناس كده. في واحدة ممكن الدورة بتاعتها توصل ل 30 يوم، 32 يوم، 35 يوم. الدورة بتيجي لها كل 35 يوم، كل 30 يوم. فأيا كان انت بتشوف مثلا لو متوسط الدورة عند الست دي 30 يوم، يبقى انت بتنقص 14 يوم من الآخر مش من الأول، لأن الفترة دي هي اللي ثابتة. ال 14 يوم دول هم اللي ثابتين. يبقى الاوفيوليشن لو واحدة مثلا الدورة بتاعتها 30 يوم، يبقى الاوفيوليشن هيبقى عند اليوم ال16، بحيث 16 و14 يبقى 30. لو واحدة الدورة بتاعتها 32 يوم، يبقى الاوفيوليشن عند اليوم ال18. تمام؟ بحيث 18 و14 يبقى 32، وهكذا. 14 يوم من نهاية الدورة، يومين 3 قبلها ويومين 3 بعدها، يومين 3 قبلها ويومين 3 بعدها. كانوا بيمنعوا الحمل بالطريقة دي. طبعا مش طريقة افكتيف 100%، ولكن هم كانوا بيمنعوا الحمل بالطريقة دي. طب احنا عايزين نحمل، لازم يحصل علاقة في الفترة دي كتيرة جدا جدا، من أول اليوم ال12 لحد اليوم ال16 يحصل انتركورس في الفترة دي. طيب مثلا واحدة جوزها بيشتغل في الجيش أو بيسافر أو أي حاجة، ما بيجيش في الفترة دي خالص، هيحصل الحمل إزاي؟ فلازم نشوف الحاجات دي الأول وناخد بالنا منها ونعرفها لكل واحدة، إن لازم يحصل علاقة في فترة التبويض دي. وسبحان الله يعني وانا بقول لك الميكانيزم، قلت لك ان السوبرا رينال جلاند بتطلع الدهيه، الداي هيدرو اي بي اندروستيرون، اللي هو الاندروجين. الاندروجين بيطلع في فتره الاوفيوليشن بنسبه عاليه جدا، فبيزود الليبيدو، وبالتالي الست في الفتره دي اللي هو في اليومين 3 بتوع الاوفيوليشن دول، قبلها بيومين وبعدها بيومين، بيبقى الليبيدو عندها زياده جدا جدا، وبالتالي هي اصلا اللي بتبقى بتطلب من جوزها ان هي عايزه تعمل علاقه او كده. يعني سبحان الله ربنا خالق كل حاجه بميزان. يعني طلع هرمون الاندروجين علشان يزود الليبيدو في الفتره اللي محتاجين يحصل فيها تخصيب. فتلاقي الحيوانات سبحان الله تلاقي في الفتره دي الليبيدو عندهم زياده جدا جدا جدا، وعايزين يعملوا علاقه في الفتره دي. الست برضو بتحس ان في فترة الاوفيوليشن دي محتاجة ان هي تعمل علاقة في الفترة دي، او ساعات بتحس بمغص خفيف كده بسبب الاوفيوليشن. يعني البويضة اول ما بتفرقع كده بيبقى في مغص خفيف جدا جدا، بس مش كل الستات بتحس بيه. ولكن زيادة الليبيدو دي بتبقى حاجة يعني معظم الستات بتحس بيها. طيب تالت حاجة ان احنا نافويد الستريس. يعني دايما ما تبقاش ضاغط نفسك ان انا عايز اخلف عايز اخلف عايز اخلف. يعني تبقى عارف ان دي حاجة بتاعت ربنا. تمام؟ وقت لما ربنا يأذن ربنا هيكرمني، وانا مش بايدي حاجة. يعني انا بشوف بس الحاجات الاساسية دي والنصايح دي، ولو في اي علاج بسيط، وما ما بعملش ستريس على نفسي. انا مش يعني ربنا هو اللي بيده كل حاجة، فاهم؟ فبرضه بتعرف الشخص الحاجات دي. بعد كده بقى ايه؟ الجونادوتروبين بريباريشنز، حاجات بقى تساعد في حسم منشطات او حاجات بتكبر الجرافيان فوليكل. كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي هنشوفها مع بعض بالتفصيل اهو. جونادوتروبين بريباريشنز، قلنا الاف اس اتش هنديه سينثيتك من بره كده، هيزود حجم الجرافيان فوليكل، وبالتالي لما الجرافيان فوليكل تزيد يبقى البويضه برضو كبيره كده وشكلها حلو، وتبقى ناضجه كفايه، وبالتالي يحصل تخصيب كويس جدا. تمام؟ اسمها منشطات مبايض، حقنه المنشطات، او الاف اس اتش والال اتش مع بعض في نفس الحقنه. تمام؟
او هيومن كوريونيك جونادوتروبين. هيومن كوريونيك جونادوتروبين ده هرمون بيطلع من البلاسينتا، او ما اسمهاش بلاسينتا بقى في الفتره دي، ولكن الجزء او الخلايا اللي بعد كده في الشهر الرابع هتبقى بلاسينتا. الخلايا دي اول لما بيحصل اوفيوليشن، بيحصل تخصيب، الخلايا دي بتطلع الهيومن كوريونيك جونادوتروبين، اللي هو الهرمون اللي كان بيروح يعمل ستيموليشن للسي تي زد ويحسس الست بالفوميتنج وان هي عايزه ترجع، واللي كان بيروح برضو للجسم الاصفر ويعمل له ستيموليشن ويقول له ان في جنين متكون ويخليك تطلع بروجستيرون باستمرار علشان نعمل سبورت لبطانه الرحم. فهو ده الهيومن كوريونيك جونادوتروبين، فده بيطلع في الست الحامل. فاحنا بقى اخدناه وجمعناه بطريقه معينه وعملناه حقن نديه للستات اللي هي عايزه تحمل، بحيث ان هو يثبط بطانه الرحم ويقويها، وكمان بيساعد في الاوفيوليشن لان هو شبه ال اتش، فبيزود الاوفيوليشن ويخليه يحصل في الوقت المناسب بتاعه. طيب بعد كده في مثلا سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز. استروجين ريسبتور يعني بيروح يشتغل على الاستروجين ريسبتور، موديوليتورز يعني بيقفل استروجين ريسبتور معين، ما بيقفلش كل الاستروجين ريسبتور. ما هو الاستروجين ريسبتور موجود في اليوترس، موجود في البريست، موجود في البيتويتري جلاند. فهو الحاجات دي اللي انا هقول عليها دي بتروح تقفل الاستروجين ريسبتور اللي موجود في الغده النخاميه، وبالتالي بيسيب الاستروجين يشتغل على بطانه الرحم ويكبر بطانه الرحم زي ما هو، واخد بالك؟ هو بس بيمنع النيجاتيف فيدباك انهبيشن علشان الاف اس اتش يفضل نسبته عاليه زي ما هي. اروماتيز انهبيتورز هتقلل الاروماتيز انزيم، وبالتالي هتقلل تصنيع الاي 2 اللي هو الاسترادايول. انما في اي 1 وفي حاجات تانية برضو هتفضل شغاله وهتفضل عامله سبورت لبطانه الرحم، يعني ما تقلقش يعني. ولكن الاي 2 ده اللي هو بيروح يعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن هو ده اللي احنا هنوقف تصنيعه. وفي برولاكتين انهبيتورز هنستخدمها برضو لو في مشكله في البرولاكتين، او بقى بتستخدم كتير جدا لو واحده بترضع مثلا وعايزه توقف البرولاكتين بحيث يعني تفطم الطفل، فدي هيبقى برشام الفطام. طيب اول حاجه الاف اس اتش بيستخدم جدا في الاندكشن اوف اوفيوليشن ان وومن وسبرماتوجينيسيس ان مين. عندنا فوستيمون فايل ب 75 جنيه، فوستيمون جونابيور جونال اف. فوستيمون 75 تتاخد تحت الجلد او عضل. جونابيور او جونال اف. فوستيمون جونال اف ده عباره عن ايه؟ اف اس اتش. بيستخدم في الرجاله، ممكن الرجاله تستخدمه كحاجه يزود تصنيع السبيرمز، ولكن قليل. هو المشهور جدا ان هتلاقيه مكتوب في روشته نسا علشان يعمل اندكشن اوف اوفيوليشن او يزود الجرافيان فوليكل. طيب بعد كده عندنا اف اس اتش وال اتش مع بعض. مينوبيور ايبيجونال ميريونال. ده عباره عن ايه؟ اف اس اتش وال اتش مع بعض. مينوبيور ايبيجونال ميريونال. ده برضو موجود بتركيز 75 و150، ومينوبيور بيوصل لحد 600 انترناشونال يونت. تمام. برضو هتلاقيها بتستخدم في الاندكشن اوف اوفيوليشن اند سبرماتوجينيسيس، موجود فيها ال اتش واف اس اتش. طبعا الاف اس اتش هو اللي بنسبه كبيره تستخدم في اندكشن اوف اوفيوليشن. مش محتاج تعرف اكتر من كده، انا بس عرفتك الميكانيزم بتاع العقم بيحصل ازاي، ولكن الادويه دي لا انت لك علاقه بالاوتو سي بتاعها ولا هتطلعها في اي حاجه، هي هتبقى جالك في روشته فانت هتطلعها بس مالكش علاقه بيها. طيب عندنا هيومن كوريونيك جونادوتروبين، عندنا ايبيفاسي كوريومون وكوريونيك جونادوتروبين. كوريونيك جونادوتروبين. كل الحقن دي بتبقى موجوده في الثلاجه، سواء الاف اس اتش او الاف اس اتش والال اتش او هيومن كوريونيك جونادوتروبين. ايبيفاسي دي بقى بتبقى حقنه التبويض، بتستخدم يعني قبل الاوفيوليشن ب 36 ساعه، والدكتور بيقول للزوجين ان لازم يحصل علاقه بعد 36 ساعه بالظبط من ان انت تاخد الحقنه، وبيقول له تاخد الحقنه في الوقت الفلاني، لان هو بيبص بالسونار الاول ويشوف الفوليكل حجمها قد ايه بحيث
يقول تاخد الحقنه في الوقت ده بحيث تعمل اوفيوليشن في الوقت ده. تمام. ايبيفاسي، كوريومون، وكوريونيك جونادوتروبين. طيب بعد كده سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز. سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتور عندنا كلوميد وتكنوفيولا. كلوميد وتكنوفيولا دي ماده كلوميفين بيروح يقفل الاستروجين ريسبتور اللي موجود في البيتويتري جلاند، وبالتالي يزود الاف اس اتش. طب بيتاخد من امتى؟ والله بيتاخد من اليوم الخامس، تمام، ولمده 5 ايام، تمام، قرص مره او مرتين في اليوم، تمام، على حسب ايه اللي الدكتور شايفه. يبدا من اليوم الخامس من التبويض، خلاص الاف اس اتش بيكون طلع بالفعل، ولكن بقى هو ده بيبدا يقفل الريسبتور بتاع الاستروجين، فالاف اس اتش يزيد ويزيد 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 لحد لما يوصل لنسبه عاليه جدا. بعد كده التاموكسيفين عندنا تاموكسيفين بنفس الاسم، تركيز 10 و20 و40. تاموكسيفين ونولفاديكس. خلي بالك، نولفاديكس غير نوفالدول، عشان قبل كده شفت حد مكتوب له نوفالدول وصاحبنا طلع نولفاديكس. ماشي. نوفالدول ده مسكن، نولفاديكس ده حاجه ماده التاموكسيفين بيستخدم يا اما في البريست كانسر، هتلاقيه بيستخدم كتير في البروست كانسر، ماده التاموكسيفين. بس ليه؟ لان التاموكسيفين بتقفل الاستروجين ريسبتور اللي موجود في البريست، وبتقفل الاستروجين ريسبتور اللي موجود في البيتويتري جلاند، فهيستخدم في الاندكشن اوف اوفيوليشن عادي خالص زي الكلوميد، وهيستخدم كمان في البريست كانسر، لانه لما يقفل تاثير الاستروجين على البريست يبقى هيقفل هيقلل، ما هو الاستروجين ده هو السبب في البريست كانسر، يعني هو اللي بيعمل بريست كانسر، فاحنا لما نقفل الريسبتور بتاعه يبقى اكن الاستروجين ده مش موجود، ومش هيحصل سرطان ثدي بسبب الاستروجين ده. طيب التاموكسيفين بتتاخد امتى؟ بتتاخد بدري شويه عن الكلوميد، فبتتاخد من اليوم الثالث من الثيرد داي، ولمده 4 ايام، يعني لحد اليوم السابع، من اليوم الثالث لليوم السابع. طبعا اي حاجه بقول لك يوم ثالث او خامس او سابع، كل ده من بدايه الدوره، يعني اول يوم الدم نزل فيه ده بيبقى اليوم رقم 1، تمام. الدم بقى فضل لمده 3 ايام، فانت بتاخد التاموكسيفين ده من اليوم الثالث. فضل لمده 5 ايام، برضو انت بتاخد التاموكسيفين ده من اليوم الثالث. فاهم؟ مالكش علاقه الدم خلص امتى، احنا لينا علاقه باول يوم نزل فيه دم، هو ده اول يوم في الدوره، تمام. ممكن تلاقي التاموكسيفين مكتوب كمان في روشتة اوستيوبروزيس، بس قليل. طب ازاي؟ الاستروجين ده عامل زي الحارس كده اللي واقف على الاوستيوكلاست، واقف في العظم على الاوستيوكلاست، بيقول لها اوعي تشتغلي، ماسك لها كده مسدس كده واقف، اوعي تشتغلي طول ما في استروجين. الاوستيوكلاست ما تقدرش تهد العظم، خايفه من الاستروجين. طيب اول لما يحصل بقى توصل الست لسن المونوبوز او سن اليأس، بيبدا الاستروجين يقع وخلاص ما عادش في استروجين في جسمها، فيبدا الاوستيوكلاست تشتغل زي ما احنا قلنا في الاوستيوبروز، تبدا بقى الاوستيوكلاست تشتغل وتبدا تهد في العظم. طيب التاموكسيفين ده بيشتغل كاستروجين اجونست على البون. مش احنا قلنا ان الحاجات دي عباره عن سيلكتيف استروجين ريسبتور موديوليتورز؟ يعني ايه؟ يعني بتلاقيه انتاجونست على حاجه معينه واجونست على حاجه معينه. في ريسبتورز بتبقى انتاجونست عليها، وفي ريسبتورز بيبقى اجونست عليه. فهو بيبقى على الريسبتور بتاع العظم اجونست، فبيزود، فاكنه استروجين بالظبط، فهيروح يوقف الاوستيوكلاست ويوقف عملها. طيب على البريست انتاجونست، على البيتويتري برضو انتاجونست، هيوقف الاستروجين في البيتويتري وهيوقفه في البريست، وبالتالي يمنع البريست كانسر ويمنع النيجاتيف فيدباك بتاع الاستروجين ويزود الاف اس اتش. فاهمان؟ يا رب يكون فاهمان. طبعا الاوستيوبروز يعني مش هتلاقيه بيستخدم كتير، هو اشهر حاجه البريست كانسر، مشهور جدا 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 التاموكسيفين فيه. وتاني حاجه انه ممكن دكاتره تكتبه
كحاجه ان هو بيبلوك الاستروجين ريسبتور افضل من الكلوميد والتكنوفيولا شويه. تمام. طيب بعد كده الاروماتيز انهبيتورز، عندنا ماده الليتروزول دي طبعا بقى حاجه لسه جديده كده وسعرها غالي جدا، يعني الفيمارا العلبه ب 555 جنيه، الشريط عامل حوالي 180 جنيه او 182 جنيه بالظبط. تريكسوزولا، لتروزول، فيمارا، تريكسوزولا، لتروزول، فيمارا، تريكسوزولا، الحاجات دي عباره عن ايه؟ اروماتيز انهبيتورز، وبالتالي هتمنع تحويل الداي هيدرو ايبي اندروستيرون اللي هو الدهيه، هتمنع تحويله لاستراديول، وبالتالي لما احنا وقفنا الخط ده يبقى مفيش استروجين هيتكون، وبالتالي مفيش نيجاتيف فيدباك انهبيشن، وبالتالي يزيد الاف اس اتش والال اتش. فبرضه دي معروفه جدا اسمها الحبوب المنشطات. طبعا يعني المشكله بقى ان في ستات يعني واحده تقول لها ده انا ما كنتش بخلف وبتاع وخدت الفيمارا او خدت الكلوميد او خدت التكنوفيولا او خدت اي حاجه من الحاجات دي، دي حاجات منشطات بتنشط المبايض فتخليكي تخلفي بسرعه. فتلاقي الستات بقى من غير اي دكتور من غير اي حاجه تاخد الحاجات دي زي الملبس كده، تبص تلاقيها بتاخد مثلا كلوميد او اي حاجه من الحاجات دي تاخدها كده زي الملبس بنصايح جاره ليها. طبعا ده هينشط المبايض جدا، فهيدخلها في البوليسيستيك اوفري سندروم، تكيسات المبايض، لان التنشيط الزياده هتنشط الفوليكلز كلها مع بعضها. ما انت مش فاهم انت بتعمل ايه، لازم يبقى في سونار وعارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. انما لما تنشط الفوليكلز كلها مع بعضها فالفوليكلز كلها هتكبر لحجم معين ولكن مش الحجم اللي احنا محتاجينه. هيبقى في بوليس، هتلاقي المبيض بقى كله منفخ اكياس، كله فيه جرافيان فوليكلز متنشطه بس مش متنشطه كفايه. مفيش واحده، احنا عايزين واحده بس تتنشط كويس وتكبر لدرجه كويسه. تمام، ولكن مفيش كده، فممنوع اي حد ياخده كده من غير دكتور طبعا. طيب الحاجات دي بتستخدم ازاي؟ تستخدم قرص كل 12 ساعه برضو من ثالث يوم الدوره، from third day، قرص كل 12 ساعه من ثالث يوم الدوره، وبتمشي عليه غالبا لمده 5 ايام برضو. تمام، قرص كل 12 ساعه من ثالث يوم الدوره. طيب كده قلنا الجونادال بريباريشنز اهم، قلنا اف اس اتش، ال اتش، وهيومن كلين جونادوبين، ده حاجات سنسيتك كده انا جايبهم من بره وبديها لك تزود الاف اس اتش. وفي الحاجات دي هي بتقفل النيجاتيف فيدباك بتاع الاستروجين اللي هو الاس ام ار، السلكتيف استروجين موديوليتورز والاروماتيز انهبيتورز، بيقفلوا النيجاتيف فيدباك بتاع الاستروجين وبالتالي يزودوا الاندوجينوس اف اس اتش وال اتش. طيب الحاجات دي بقى ممكن تتاخد كمان، وخصوصا الحقن، ان في الحقن المجهري واحده ست هتعمل حقن مجهري، فالدكتور بيوقف بقى الدوره اللي عندها خالص. تمام، وبيبدا هو يدي اف اس اتش وال اتش من بره بنظام معين، بيدي اف اس اتش ويتابع بالسونار. تمام، يديها مثلا اف اس اتش يقول لها خدي 10 حقن، تاخد كل يوم حقنه او حقنه مرتين في اليوم، وتمشي عليه فتره لمده 10 ايام. هو كده بيكبر الفوليكل صناعيا، تمام، باف اس اتش من بره وموقف الاف اس اتش اللي جوه خالص. بعد ال 10 ايام يبدا يديها مثلا اف اس اتش وال اتش او يديها الهيومن كلين جونادوتروبين وبمتابعه السونار برضو، ويقول لها بعد 36 ساعه هتجيلي المعمل. هو بقى بيدخل بالمنظار بتاعه بيشوف الفوليكل، يلاقي الفوليكل خلاص هتفرقع اهي، يدخل بالمنظار ياخد البويضه ويطلع يحطها في الانبوبه بتاعته، وبياخد السبرم من السبرمز من الزوج ويحطهم مع بعض ويعمل تلقيح صناعي. طبعا بياخد كذا انبوبه، يعني هو لما بينشط ما بينشطش فوليكل واحده، ممكن ينشط 4 5 6، يدخل يشوف البويضات الحلوه وياخدها كل بويضه في انبوبه، كل بويضه في انبوبه، ويحط السبرمز عليها. البويضات دي برضو بيسيبها يومين 3 يشوف ايه اللي حصل تلقيح وبقت كويسه. بيبدا يزرع برضو كذا واحده، ما بيزرعش واحده بس، بياخد بقى الحاجات دي والست تدخل العمليه وهو بيدخل من الفاجينا كده وبيدخل يزرع الجنين الصغير ده اللي هو بيبقى عباره عن 4 خلايا بس، بيبقى لسه صغير جدا، بيدخل بحقنه كده وبيزرعهم في الرحم. بيزرع يحط 2 3 4 برضو، لان في ممكن واحد منهم يقع او 2، وانت ونصيبك بقى، ممكن مثلا 3 يتبقوا و2 يتبقوا و1 يتبقى، مفيش حاجه تتبقى وكلهم يقعوا. هو ده الحقن المجهري، برضو ده فكره عنه كده.
طيب البرولاكتين انهبيتورز بقى ممكن نستخدمه زي ما قلت لك لو شخص الدكتور لقى ان السبب العقم عندها هو زياده البرولاكتين، سواء راجل او ست، فبياخد برولاكتين انهبيتورز. تمام. عندنا ماده الكابيرجولين دوستينكس شركه فايزر، عباره عن علبه فيها قرصين 2 بس. تمام. دوستينكس، نوستيفيكس، إيلوندا، كابيرجامون. تاني، دي كلها بتبقى عباره عن بطرمانات كده، بطرمان صغير فيه برشامتين: دوستينكس، نوستيفيكس، إيلوندا، وكابيرجامون. طيب كابيرجامون ده بيبقى شريط. طيب الجرعه بتاعته ايه؟ لو حد عنده هايبر برولاكتينيميا، زياده البرولاكتين، فغالبا الجرعه بتاعته بتبقى نص قرص كل 3 ايام. طيب كده خلاص خلصنا بقى الايه، العقم والاسباب بتاعته. طيب ممكن واحده تانية خلصت الرضاعه بقى لها 2 أو 1.5 سنة بترضع وعايزه تفطم ابنها، هتعمل ايه؟ والله بتيجي تقول لك انا عايزه افطم ابني يا دكتور. فمشهور جدا ان انت تديها اي حاجه من الحاجات دي او سي، مش لازم تروح لدكتور ولا اي حاجه. فهو ده اسمه برشام الفطام. هيتاخد بقى الجرعه كام؟ نص قرص كل 12 ساعه لمده ايه؟ يومين. تمام. كل الحاجات دي نفس الحاجه، نص قرص مرتين، نص قرص مرتين لمده يومين، نص قرص مرتين لمده يومين، نص قرص الصبح، نص قرص بالليل، نص قرص الصبح، نص قرص بالليل. خلاص كده هي وقفت البرولاكتين مره واحده كده، وهتنشف اللبن بسرعه. طيب حد عنده برولاكتينيميا وهيمشي عليه بقى، لازم يمشي عليه فتره، فبياخد نص قرص كل 3 ايام، بحيث ان هو بيقلل البرولاكتين ايه بالتدريج كده. تمام. هو دي اشهر استخدامين او اشهر جرعتين هتلاقيهم للاقراص دي. تمام. يبقى لو جات لك واحده يا دكتور انا عايز افطم الواد ده، طيب عايزه تفطمي، عندك دوستينكس، نوستيفيكس، إيلوندا، كابيرجامون، باختلاف اسعارهم. يعني الدوستينكس هو اغلى واحد، الإيلوندا برضو كويس، ارخص واحد هو النوستيفيكس. تمام. اللي هو ده نص قرص كل 12 ساعه، ونص قرص مرتين لمده يومين. فاهمان؟ لاكتوديل ده برضو برولاكتين انهبيتور، ولكنه ماده البروموكريبتين، يعني حاجه قديمه كده كانت بتستخدم، كان هي تنشف اللبن، ولكن سعرها رخيص وما عادش حد بيستخدمها، يعني لان ظهر الحاجات اللي هي ماده الكابيرجولين دي احسن منها وما لهاش اي سايد افكت. خلصنا كده الانفيرتيليتي وخدنا فكره كويسه عنها، مش محتاج اكتر من كده. تمام. هو اهم حاجه انا بس حبيت اعرفك الميكانيزم وشويه الفسيولوجي دول لنفسك انت ولعيلتك، وتبقى فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. تمام. بعد كده الادويه انت مش هتتطرق ليها خالص، غير ان انت بس هتطلعها. طيب ندخل بقى يعني على شويه مواضيع صغيره كده. erectile dysfunction. طبعا الاريكتايل ديسفانكشن والبريماتيور ايجاكوليشن هنقولها برضو في التوبيك اللي بعد ده. دي مش تبع الاندوكراين، يعني دي مشاكل ذكوره غالبا، يعني اي حد عنده مشاكل من دي بيروح لدكتور ذكوره وعقم. احنا قلناها هنا يعني من تبع العقم يعني، والكلام ده بما ان فتحنا في العقم فنخلصه كله يعني. طيب عندنا اول حاجه ماده السيلدنافيل. طبعا الدكتور مصطفى شرح لكم بقى الكلام ده وعرف ماده السيلدنافيل والكلام ده كله. احنا هنا هنقول الاسماء التجاريه بقى على طول كده. ماده السيلدنافيل موجوده بتركيز 50 و100، وممكن تلاقيها بتركيز 25 مللي جرام. بتتاخد 1 hour before sexual activity، بتتاخد حبايه قبل العلاقه بساعه. عندنا الفياجرا، مشهور جدا الفياجرا، شركه فايزر، ودي اول حاجه يعني اكتشفت، او شركه فايزر هي اللي عملتها، علشان كده بقى مشهور الحاجات دي كلها بالبراند بتاع الفياجرا. يعني الفياجرا في فيلم اتعمل عنها اصلا لو عايزين تسمعوه يعني. المهم شركه فايزر عملت فياجرا بتركيز 50 وبتركيز 100، وهي افضل حاجه وانضف حاجه. بعد كده فايريكتا مشهوره جدا. فايريكتا يقول لك عايز الحبايه اللي الورقه بتاعتها صفرا او ذهبيه. فايريكتا البرشامه اللي ظهرها ذهبي، اللي هو الشريط بتاعها ذهبي.
فياجرا يقول لك عايز البرشامه الزرقاء اللي هي الاصليه، عايز فياجرا الاصليه، هي مشهوره كده. لازم بقى تبقى عارف يعني انت تبقى علمي وتبقى برضو ايه، فاهم السوق كده وعارف الناس بتتكلم ازاي. فيقول لك عايز فياجرا الاصليه يبقى اصله على فياجرا اللي هي شركه فايزر. لا، عايز فياجرا اللي هي الورقه بتاعتها صفراء او ظهرها ذهبي يبقى عايز فايركتا ظهرها ذهبي. فايا فيج مش مشهوره قد كده يعني. نابي فيت يقول لك عايز البرشامه الحمراء اللي شبه الفاصوليا. البرشامه الحمراء اللي شبه الفاصوليا. فاروفيجا برضو البرشامه الزرقاء اللي شبه الفاصوليا. معرفش يعني الشعب المصري ما يعرفش غير الفاصوليا ولا ايه. نابي فيت وفاروفيجا. طبعا الحاجات دي يعني الفياجرا هي اللي غاليه شويه، تلاقيها ب 19 جنيه لانها حاجه نظيفه. الفايركتا ب 6 جنيه. فايافاج ب 4 جنيه ونص. نابي فيت ب 6 جنيه. فاروفيجا ب 4 ونص. يعني كلهم بيلعبوا في نفس الرينج ده من 4 ونص ل 6 جنيه. إيريك طبعا إيريك مشهور جدا، هتلاقيه أي واحد جاي يقول لك عايز قرص إيريك أو أريك أيا كان. تمام. أو يقول لك عايز حباية حمراء، فهي حباية حمراء كده من غير ما يحدد يبقى هي إيريك مفيش غيرها. إنما لو الحباية الفاصوليا الحمراء يبقى نابي فيت. طيب سيل دافا ب 4 جنيه ونص. برضه يقول لك عايز الحباية المثلثة. تمام، لأن هي شبه المثلث شوية كده. سيلدين نيرها سيلدا تركيز 75. يقول لك عايز اللزقة اللي هي ب5 جنيه. اللزقة ب5 جنيه اللي هي مادة السيلدنافيل بس على شكل لزقة كده بتتحط وتمتص تحت اللسان يعني أو على اللسان، سريعة يعني شوية. فياجرا فايركتا فايا فاج. نابي فيت فاروفيجا إيريك. سيلدافا سيلدين نيرها سيلدا. فياجرا عايز البرشامة الزرقاء الأصلية. فايركتا عايز البرشامة الزرقاء اللي ظهرها ذهبي. فايا فاج مش مشهورة قوي. نابي فيت عايز البرشامة الحمراء اللي شبه الفاصوليا. فاروفيجا عايز البرشامة الزرقاء اللي شبه الفاصوليا. إيريك عايز برشامة حمراء. سيلدافا عايز البرشامة المثلثة اللي هي الزرقاء. سيلدين ونيرها سيلدا. سيلدين برضو يعني مش مشهورة قوي. نيرها سيلدا عايز اللزقة اللي هي ب5 جنيه، لأن هنعرف دلوقتي لزقة تانية أغلى شوية. تمام، دي كلها حاجات إيه، مادة السيلدنافيل بتتاخد حباية قبل العلاقة بساعة كده عند النيد يعني. طيب بعد كده مادة الفاردينافيل يعني هي هنا سبيسيفيك. الدكتور مصطفى قال لكم ان الحاجات دي كلها عباره عن فوسفودايستريز 5 انهبيتورز. الفاردينافيل دي بقى اكتر واحده سيلكتيف على البنايل تيشو، فتلاقيها بتروح تسلكت كده الريسبتور اللي موجود في البينز خصوصا، موجوده بتركيز 10 وتركيز 20. تمام، هي زي السيلدنافيل بالظبط، ولكن هي سيلكتيف شويه. عندنا سولفيترا باوريكتا وليفيترا. سولفيترا حبايه ب 11 جنيه زي ما انت شايف كده. البتاع بتاعها موف شويه. باوريكتا في باوريكتا اللي هو برشام بلع، وفي باوريكتا استحلام، فدي سريعه جدا. طب هو شخص جاي لك بيقول لك يا دكتور انا عايز حاجه حلوه بس سريعه، فانت مثلا هتقول له هتاخد إيريك او هتاخد سولفيترا وهتاخدها بعد ساعه. يقول لك ساعتها يا دكتور ده انا مثلا واحد في رمضان مثلا يقول لك ده لسه نص ساعه على الفجر يا دكتور، ولا انا عايز حاجه سريعه او اي حاجه. فبص انا عايزك بقى تبقى مع كل زبون تتعامل معاه بطريقته. يعني ايه؟ واحد يا باشا جاي لك ياخد حاجه من دي، بص انا عايز يقول عليك انت وزير السعاده، تشوفه عايز ايه بالظبط وتجيب له اللي هو عايزه. لا ده انا عايز حاجه سريعه جدا، تاخد باوريكتا استحلام بعد ربع ساعه هتكون اشتغل. تمام، باوريكتا استحلام اسرع حاجه ممكن تلاقيها، حاجه 100 جدا، والمفعول بتاعها زي السيلدنافيل بالظبط وكويسه جدا. طيب تبقى كده واد يعني ايه
حد جاي يستشيرك مثلا في موضوع طبي وبتاع وفي معلومات وحاجات كبيرة مثلا ومش عارف يروح لدكتور ايه ولا يعمل ايه ولا كده، تبقى علمي جدا، ولو في اي حاجة مش عارفها تقول له هبحث لك وبتاع، وتبقى واد ساينتفك كده، وتتعامل مع الشخص ده بكل جدية، لانه بيبقى تعبان جدا مش عارف يروح لدكتور ايه، المرض بتاعه مش فاهم هيتعالج ازاي ولا ايه التخصص بتاعه، بيبقى محتار شوية. فوظيفتك ان انت تساعده، ويبقى يقول عليك ان انت دكتور شاطر جدا 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 من الناحيه العلميه. طيب واحد جاي ياخد فياجرا او اي حاجه من الحاجات دي، لازم تبقى فاهمه ولازم تغمز له كده وبتاع، وتبقى فاهم الحركات بتاعته وفاهم الاسماء اللي هو هيقولها، زرقاء صفراء حمراء زي ما احنا قلنا كده. عايز حاجه سريعه، بص عايز يقول عليك وزير السعاده. تمام. طيب مثلا واحده جايه كوزمو وبتاع، لازم ايه، تبقى الحاج متولي كده في نفسك، كلمة حلوة بتاع، ده كويس ده مش كويس، ده بيعمل كذا بالظبط ده ما بيعملش كذا، تعرفها كل حاجة وتفهمها ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، تبقى ايه يعني، تبقى بياع. فعلى حسب الشخص اللي قدامك تتعامل بالطريقة المناسبة ليه، ما تبقاش انت كده شخص واحد في كل حاجة، واخد بالك. ليفيترا باوريكتا سولفيترا باوريكتا ليفيترا. تمام، حاجات كلها نظيفه طبعا. ليفيترا غاليه جدا، البرشامه ب 40 جنيه، ولكن يعني حاجه محترمه يعني، شركه باير من الشركات المحترمه. بعد كده ماده التادالافيل. ماده التادالافيل موجوده بتركيزين، تركيز 20 مللي جرام وتركيز 5 مللي جرام. تركيز 20 مللي جرام ده اللي هو بيتاخد عادي جدا قبل العلاقه بساعه، بيسموها برشامة العريس، لأن الأكشن بتاعها بيقعد 36 ساعة. فالشخص بياخدها قبل العلاقة بساعة، بتفضل ممتدة طول يوم ونص، فأنت مش محتاج تاخد أي حاجة تانية. وده مثلا هتبقى مختلفة عن الفياجرا، مش كل ساعتين ثلاثة هتاخد واحدة فياجرا ولا واحدة ليفيترا ولا أي حاجة من الحاجات دي. فدي حلاوتها إن هي ممتدة المفعول جدا. طيب تركيز 5 مللي جرام ده بتتاخد بقى ديلي ثيرابي للبناين بروستيت هايبربليجيا، 5 مللي جرام كده كل يوم برشامه قبل النوم لتضخم البروستاتا. لقوها ان هي بتساعد جدا وبتحسن جدا من اعراض تضخم البروستاتا ومش عارفين ازاي، فبداوا يستخدموها بتركيز 5 مللي جرام يوميا. فهتلاقي سيالس موجوده بتركيز 20 مللي جرام، اريكتاليس موجود برضو بتركيز 20 مللي جرام، من اسمها اريكتاليس سيالس يقول لك انا عايز البرشامه المستورده، بيسموها سالس او هي اسمها سيالس. هتلاقي الناس بيقول لك سالس، عايز قرص سالس، كانت ب 60 جنيه دلوقتي بقت ب 72 جنيه سالس. طيب اريكتاليس من اسمها اريكت، مش مشهوره قوي. تادالونج ماده التادالافيل، بس القرص بتاعها ب 15 جنيه، يعني بديل السيالس بس يعني المصري. تمام، سيالس مستورد وحاجه نظيفه، ولو عايز تعمل شيفت يعني وواحد متريش ومعاه فلوس فتطلع له سيالس. طيب دايمون ريكتا اهو، ادي دايمون ريكتا من اسمه دايموند يعني معين، فهو يعني علشان العلبه بتاعتها عامله على شكل معين، والبرشامه برضو نفسها على شكل معين، برشامه بالشكل ده كده، برشامه ب 25 جنيه. دايمون ريكتا تركيز 20 مللي جرام. في دايمون ريكتا بقى تركيز 5 مللي جرام اللي انا قلت لك، دي بتتاخد يوميا كده للناس اللي عندهم تضخم في البروستاتا. هنشوف دلوقتي تضخم البروستاتا وهنشوف علاج. ستاركو بريكس برضو تركيز 5 مللي جرام اهو، ستاركو بريكس برضو زي الدايمون ريكتا، بيتاخدوا بدايل لبعض، وهتلاقي دكاتره مسالك كتير جدا كاتبينها لواحد عنده تضخم البروستاتا. تادالافيل فيلم، تادا نيرفي، ماشي اهو، تادا نيرفي قرص كده بيتحط على اللسان، تركيز 20 مللي جرام. اللزقه بقى اللي هي ب 22 جنيه، انما اللزقه بتاعت السلدنافيل كانت ب 5 جنيه. تمام، دي زي السيالس بالظبط ولكنه لزق. تمام، اشهر حاجه هنا السيالس طبعا مشهوره جدا جدا جدا، والدايمون ريكتا برضو مشهوره جدا جدا. التادالونج مشهوره كان هي مصريه رخيصه، ارخص حاجه في ماده التادالافيل، والتادا نيرفي اللزقه اللي هي ب 22 جنيه. طيب البريماتيور ايجاكوليشن او سرعه القذف عندنا، العلاج بتاعها اول حاجه الليدوكين مخدر. هاي الليدوكين سبراي كده بيترش على البينس،
وقبل العلاقة ب5 دقايق أو 10 دقايق بيخدر البينس، ولكن عيبه إن هو بيعمل زي لما رجلك تبقى منملة كده، ما بيبقاش الشخص مستمتع قوي، وما بيحسش إن هو مبسوط يعني، تمام، لأنه ما بيبقاش حاسس. ولكن التخدير ده بيطول مدة الجماع أو مدة العلاقة، وبالتالي هو بقى بيعمل ساتسفاكشن للفيميل أكتر. الفيميل مثلا الشخص بيقعد معاها دقيقتين ولا حاجة، فما بتحسش بقى، ما بتكونش أصلا لسه دخلت في أي حاجة ولا حست بأي حاجة. فالليدوكين بيطول العلاقة شوية، وبالتالي لما يطول العلاقة كده يبقى أنت يا باشا خليت الست هي اللي تستمتع أكتر، بس الراجل غلبان. طيب التراكين جل، برضو جل بيدهن كده على مكان البينس وخصوصا من تحت. والليجنوكين ليجنوكين في منه جل وفي منه سبراي. يقول لك انا عايز البخاخ اللي عليه الحصان ليجنوكين، وفي برضو ليدوكين سبراي او ليجنوكين سبراي، اللي هم محطوطين جنب بعض كده حرف الام. هو راسم لك حصان اللي هو انت هتفضل تجري لحد لما بص تقول لي بس. ليجنوكين سبراي برضو بخ كده زي المانوفيبريكين. طيب ممكن بقى الكندم هيعمل ايه؟ الكندم لو الذكر لبسه هيقلل الاحساس شويه، لان انت عملت زي عازل كده ما بين الفاجينا وما بين البينس، فهيقلل الاحساس شويه. وممكن يستخدم لوحده كده او يستخدم مع الليدوكين او المخدر، يعني يرش المخدر بعد كده يلبس الكندم، فده هيقلل الاحساس كتير جدا، وكمان هيقلل الليدوكين او الليجنوكين ان هو يقلل الاحساس عند الست. لما هو يحط الليدوكين بعد كده يلبس الكندم فوقه، يبقى كده الجل مش هيقلل الاحساس في الفاجينا، وبالتالي الاحساس هيبقى عند الفيميل كويس جدا جدا. ولكن عند الميل انت كده بص خليته مش حاسس باي حاجه، بنديله ليدوكين ولابس كندم، او شخص يلبس كندم بس كده يقلل الاحساس. او ممكن الكندم برضو يستخدم لو في اي سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، اي مرض ممكن ينتقل عن طريق السيكشوال انتركورس، فالميل بيلبس كندم علشان يمنع المرض ده ان هو ينتقل له يعني. وطبعا العيال الشمال بقى اللي هي بتستخدمه كمان علشان يمنع الايجاكوليشن في الفيميل، وبالتالي ما يخافش من الحمل او الكلام ده كله. سيمبلكس فيستا. طبعا ديوركس هو اللي مشهور جدا، ديوركس. سيمبلكس فيستا ده عباره عن ايه؟ كندم. اسعار مختلفه، و اللي تلاقيه موجود عندك بقى في الصيدليه، هو بيبقى جاي يقول لك عايز اي كندم او واقي، هو مشهور جدا، يا اما يقول لك عايز واقي او عايز كندم، تمام. ديوركس سيمبلكس فيستا. طيب الحاجات بقى اللي هي كويسه جدا لعلاج البريماتور ايجاكوليشن، ان احنا ندي انتي ديبريسنت سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتورز SSRI. ده عباره عن ايه؟ بتقلل الري ابتيك اوف سيروتونين، وبالتالي بيزيد السيروتونين جدا. والسيروتونين لما بيزيد، تمام، السيروتونين لما بيزيد بيقلل الايجاكوليشن عن طريق ان هو ايه؟ يعني عارف انت كل حاجه بيبقى لها ثريشولد كده، فهو زياده السيروتونين ده بيرفع الثريشولد بتاع الاورجازم قوي، وبالتالي طول ما وصلناش للاورجازم، الليبيدو ما وصلتش لاعلى مرحله ليها، او الاورجازم ما وصلش لاعلى ليفل، يبقى ما يحصلش ايجاكوليشن. فهو ده اللي بيعمله السيروتونين. فعندنا انافرانيل مشهور جدا، يقول لك في انافرانيل 25 وانافرانيل 75. انافرانيل 25 اللي هو يقول لك ايه؟ برشامه عين الكتكوت، تمام. فاكر مصطفى شعبان؟ انافرانيل في تركيز 25 اللي هو اسمه عايز برشامه عين الكتكوت. البرشامه في حدود الجنيه ونص 2 جنيه. انافرانيل البرشامه ب 3 جنيه. انافرانيل 75.
تمام، ده اللي مشهور. انا برامين يعني مش مشهور قوي. بعد كده ماده الدابوكسيتين، موجود منها تركيز 30 وتركيز 60 مللي جرام. كل الحاجات بتاعت البريماتيور ايجاكوليشن تاخد من ساعه ل3 ساعات قبل العلاقه، مش زي الحاجات اللي هي بتاعت الاريكتايل ديسفانكشن اللي ممكن تاخد قبلها بنص ساعه ساعه. ده لازم يعني ساعه، اقل حاجه ساعتين 3. يعني كل ما المده طالت كل ما يبقى الاكشن بتاعها كويس. انما لو حد خدها وعمل علاقه على طول مش هتكون لسه اشتغلت ولا هتعمل اي نتيجه. وده بقى يعني يعتبر هو اجمد واحد. ماده الدابوكسيتين دي هي احسن حاجه لعلاج البريماتيور ايجاكوليشن. يعني هو سبيسيفيك كده، وبيروح يقفل السيروتون ري ابتيك في مكان البينس بالظبط. فعندنا جوي بوكس، جوي بوكس، ديور جوي، جوي بوكس، ديور جوي، جوي بوكس، ديور جوي، ديلبي، ديلبي، ماتيو جاك، ماتيو جاك. بص عليهم تاني كده، ديور جوي، ديور جوي. البرشامه ب 14 جنيه او ب 15 جنيه. تمام، ده الشكل بتاعها، بتبقى علبه مثلثه كده فيها شريط برضو على شكل مثلث، في 3 برشامات. ديور جوي برضو شريط، الحبايه بتاعته لونها بينك، بيبقى فيه 3 برشامات زي ما انت شايف كده. الحبايه بتاعته ب 15 جنيه. ديلبي، ديلبي الحبايه بتاعته ب 20 جنيه. ديلبي زي ما انت شايف كده، برشامه بني ونصها مكسور كده. ماتيو جاك، ماتيو جاك برشامه على شكل قلب. طيب بعد كده ماده الايسيتالوبرام برضو ممكن تلاقيها. الحاجات دي انتي ديبريسنت. يعني ماده الدابوكسيتين هتلاقيها بتتاخد للبريماتور ايجاكوليشن بس، انما الانافرانيل ممكن تلاقيه مكتوب كحاجه مضاده للاكتئاب من دكتور مخ واعصاب، او الايسيتالوبرام برضو مكتوب مضاد للاكتئاب من دكتور مخ واعصاب. ولكن مشهور جدا ان السيبراليكس برضو بيستخدم في البريماتور ايجاكوليشن، خصوصا ان الشركه نفسها يعني مقصقصه الشريط كده ان انت تقدر تقطعه لكل برشامه لوحدها. زي ما انت شايف كده، تقدر بايدك كده تقطع كل برشامه لوحدها. البرشامه بتبقى في حدود 8-10 جنيه. برضو ماده الايسيتالوبرام كويسه كحاجه بريماتور ايجاكوليشن. ولكن يعني الانافرانيل ده هو رخيص وحلو، ولكن عيبه، اكتر عيب فيه ان هو بينيم. تمام، اكتر عيب فيه ان هو بينيم. يعني اي حد بياخده يقول لك بس انا بحس ان انا كل شويه وعمال اتاوب وعايز انام. الدابوكسيتين كويسه جدا، والاسيتالوبرام برضو كويسه جدا. في برضو السيبرا برو، سيبرا برو، سيبرا برو، ولكن يعني هتلاقيه محطوط في رف الاقراص العاديه، مش مشهور قوي يعني كأن هو لعلاج البريماتور ايجاكوليشن. حابب انبه على حته مهمه جدا في الاريكتال ديسفانكشن. الدكتور مصطفى قالها بس انا برضو باكد لك اهو، ممنوع تدي اي حد فياجرا قبل ما تساله الاول اذا كان هو مريض قلب ولا لا، بياخد اي نيتريت ولا لا. طبعا كل الفياجرات سواء كان سيلدنافيل او تدلافيل او اي حاجه من الحاجات دي ممنوعه جدا مع النيتريت، لان الاثنين يعملوا فاز دايلاتيشن. فاز دايلاتيشن مع فاز دايلاتيشن يبقى سيفير، يؤدي الى هايبوتنشن وشوك. تمام، في محطه مصر. طيب مشهور جدا تسأل برضو لو حد عنده ستروك، جاله ستروك قبل كده، جلطة في المخ، او MI جلطة في القلب. مع ان هو جاله جلطة قبل كده يعني الشرايين ضيقة قوي قوي قوي، ماشي، والدم ماشي فيها بالعافية. فانت لما تعمل فاز دايلاتيشن للبينس وتاخد تلت الدم ولا حاجة توديه للبينس، خدت 2 لتر وديتهم للبينس، يبقى يتبقى 4 لتر. ال4 لتر دول هيروحوا يمشوا في الشرايين الضيقة الصغيرة دي؟ طبعا لا، هيمشوا في الشرايين الكبيرة. فهيبقى معرض جدا ان هو يجيله ازمة، او ان هو يجيله ازمة قلبية يعني، او ممكن يجيله ستروك تانية، لان الدم بقى بقى واقف في مكانه. الدم لترين مثلا اتشفته لمكان معين، والباقي بقى سرعته قلت جدا لان بقت كميته صغيرة، فمش ماشي بسرعة يدفع بعضه ورا التاني، وبالتالي عرضة جدا ان هو يدخل في جلطة. برضو لو حد عنده الضغط، بس ده مش قوي يعني. لو واحد عنده الضغط وبياخد الفا بلوكر، طبعا يعني مش هتلاقي حد عنده الضغط وبياخد الفا بلوكر دلوقتي. الفا بلوكر ما بقاش يستخدم للضغط خالص.
هتلاقيه بياخد الفا بلوكر فبيوسع البلاد فيسل، وانت هتديله حاجه توسع البلاد فيسل فبرضه هيعمل سيفير هايبوتنشن. انما مثلا لو واحد بياخد بيتا بلوكر او كالسيوم بلوكر او اي حاجه من الحاجات دي او ايس او كده، ممكن ياخد اي حاجه من سلدنافيل بتركيز مثلا 25 مللي جرام، حاجه صغيره كده، تمام، ده عادي يعني مش هتأثر. ندخل على اخر توبيك معانا وهو البناين بروستاتيك هايبربليجيا، تضخم البروستاتا. ده موضوع تبع دكتور المسالك البوليه. تضخم البروستاتا، طبعا البروستاتا موجوده في الرجاله بس، فتضخم البروستاتا برضو موضوع هو مش تبع الهرمونز، ولكن الادويه بتاعته يعني كلها احنا اصلا معظمها قلناها قبل كده فهنقوله سريعا كده. فده هو benign prostate hyperplasia increase in size of prostate، زيادة الحجم بتاع البروستاتا، اليوريثرا بتبقى هنا كده، تمام، وفي اخر اليوريثرا بتلاقي فيه اللي هو بيسموها الحشفة. طيب في هنا بقى البروستاتا هنا، تمام، بتبقى حوالين اخر حتة في اليوريثرا، وبيبقى بعد المثانة على طول، يعني بتلاقي هنا بقى المثانة، تمام كده، والمثانة او اللي هو المثانة اللي هي بتجمع البول، بتبدأ البول يطلع من اليوريثرا من هنا كده، واول ما بيطلع من اليوريثرا بتلاقي فيه البروستاتا من هنا كده. طيب البروستاتا دي حجمها بقى كبير، وبالتالي ضغطت على اليوريثرا من هنا، عملت احتباس في البول، تمام. البول ده عامل irritation، تمام، ففي كل شويه المثانه فيها شويه بول، والبروستاتا ضغط على المثانه، فالمثانه تحس ان البول مليان على الاخر وهو اللي ضغط عليها، مع ان البول مش كتير ولا حاجه، ده المثانه فيها شويه بول قد كده، اللي ضغط عليها هي البروستاتا نفسها، ولكن المخ بيفهم ان المثانه مليانه على الاخر لان هي مضغوطه ومشدوده، وبالتالي يروح يعمل ريفلكس يقول للمثانه ان احنا محتاجين ندخل حمام. فتلاقي الشخص كل شويه فريكوانسي كل شويه بيدخل حمام، ولما يدخل حمام يجيب شويه بول قد كده ما يكملوش 50 مللي، حاجه صغيره خالص، وارجنسي كل شويه، يعني مش يدخل حمام كده عادي، لا ده يدخل حمام هموت وادخل حمام، تمام. وممكن كمان يحصل دريبلينج، نقط كده ولا حاجه، يبدا ينقط حاجه بسيطه كده، تمام. ده كله بسبب ايه؟ بسبب تضخم البروستاتا. البروستاتا دي اصلا وظيفتها ان هي بتفرز الغذاء وبتفرز ملينات تساعد الحيوانات المنويه وهي خارجه. يعني دلوقتي السبيرمز خرجت من التستس من هنا كده وهي طالعه من هنا، بتيجي البروستاتا تطلع عليها بعض الحاجات كده الملينات علشان تسهل لها ان هي تمشي، والمواد الغذائيه اللي هتتغذى عليها السبيرمز لحد لما توصل لنهايه رحلتها الطويله. طيب علاج البناين بروستات هايبربليجيا ايه؟ طبعا هو بناين يعني نون كانسرس، تمام. اول حاجه الفا بلوكرز، حاجه نقفل الالفا ريسبتور، والالفا ريسبتور موجوده هنا في البروستاتا. لما نقفلها الالفا كانت بتعمل ايه؟ بتعمل فازو كونستريكشن، وبرده هنا موجوده في الكبسول بتعمل ايه؟ بتعمل كونتراكشن كده على الكبسول وبتشد الكبسول. فاحنا لما نقفل الالفا دي، الكبسول اللي هو قافل على البروستاتا من بره ده هيبقى ريلاكس كده، وبالتالي البروستاتا بدل ما تضغط لجوه وتضغط على اليوريثرا من هنا، تضغط على اليوريثرا من هنا وتضغط على المثانه، لا، الكبسول يبقى ريلاكس فتتمدد لبره، هي اتضخمت، فالتضخم ده يبقى لبره ما يبقاش لجوه، تمام. فهو ده فكره الالفا بلوكرز. بعد كده 5 الفا ريدكتيز انهبيتورز، 5 الفا ريدكتيز انزيم ال 5 الفا ريدكتيز ده اللي احنا لسه قايلينه في الاندروجين. مش احنا قلنا ان احنا في الاندروجين لو كان الاندروجين ده بيعمل الوبيشيا، اندروجينيك الوبيشيا، صلع وراثي، او الاندروجين ده او التستوستيرون هو اللي بيعمل تضخم في البروستاتا، فاحنا لازم نقفل الريسبتور بتاع الاندروجين على البروستاتا علشان البروستاتا ما تتضخمش. فعندنا ال 5 الفا ريدكتيز انهبيتورز، لما نعمل انهبيشن لل 5 الفا ريدكتيز
هنقلل الكونفرجن اوف تستوستيرون انتو اندروجين، وبالتالي هنقلل يا باشا تضخم البروستاتا. وبرده قلنا ان احنا بنستخدم، قلنا السلايد دي قلنا بنستخدم في الاندروجينيك الوبيشيا او في البنال بروستات هايبربليجيا، قلناها واحنا بنشرح الجونادال هرمونز اللي هو الاندروجين. طيب تالت حاجه الفوسفودايستريز 5 انهبيتورز، اللي هي ماده التدلافيل اللي احنا قلناها في علاج الاركتال ديسفانكشن. قلنا الاركتال ديسفانكشن وقلنا علاجه ماده التدلافيل اللي هي بتقعد 36 ساعه، اللي هي برشامه العريس. لقوها ان هي لما تتاخد بتركيز 5 مللي جرام كده يوميا بتقلل تضخم البروستاتا بانون ميكانيزم، مش عارفين ازاي. طيب بعد كده في انتي ماسكارينيك، والانتي ماسكارينيك هنا هتستخدم بقى ايه؟ لعلاج السيمتومز اللي هي بسبب الاريتيشن. دلوقتي الماسكارينيك ريسبتورز دي موجوده في المثانه، المثانه فيها ماسكارينيك ريسبتورز. لما نقفل الريسبتورز دي والله حاجه كويسه جدا، قفلنا الريسبتور يبقى هنقفل شغل الاسيتايل كولين على المثانه، اللي هو كل شويه عايز يدخل حمام، كل شويه عايز يدخل حمام، وهيعمل ريلاكسيشن بقى للمثانه كده ويخليها تهدى. فهو ده اللي بيعمله الانتي ماسكارين. وفي اعشاب كده برضو لقوها ان هي بتساعد وبتقلل تضخم البروستاتا. فعندنا الالفا بلوكرز، ادي ماده الدوكسازوسين. عندنا كارديورا وده كان بيستخدم ايام زمان لمرض الضغط، ولكن ما بقاش يستخدم لمرض الضغط، بقى دلوقتي بيستخدم لتضخم البروستاتا. وكمان ما بقاش يستخدم قد كده لان فيه اللي بقى سيلكتيف اكتر منه وهو ماده التامسولوزين. عندنا تامسولين وتامسول واومنيك اوكس. تامسول اومنيك اوكس دي حاجات اوكس ممتده المفعول، ماشي، ممتده المفعول جدا جدا، بتتاخد مره في اليوم. تامسولين برضو بتاخد مره في اليوم، يعني على حسب شده الحاله. كل الحاجات دي الدكتور هو اللي بيكتبها. بيبقى ماده التامسولوزين دي موجوده بتركيز 4/10 مللي جرام، موجود بتركيز كام؟ 4/10 مللي جرام. تامسول اومنيك اوكس دي بقى سيلكتيف على الالفا ريسبتورز اللي موجوده في البروستات بس، ما بيروح يشتغلش على الالفا ريسبتورز اللي موجوده في الاوعيه الدمويه خالص، وبالتالي مش هيوطي الضغط ولا الكلام ده كله، هو لعلاج البروستاتا بس. طيب سولدوزين عندنا سيمبا بروست فلوباديكس والجودوزين. الاثنين دول ماده التامسولوزين وماده السيلودوزين هما اللي مشهورين جدا وسيلكتيف للبروستاتا. التامسولوزين موجود بتركيز 4/10 و8/10. السولودوزين موجود بتركيز 4 و8. طبعا تركيز ال8 هو اللي مشهور، وهنا تركيز ال4/10 برضه هو اللي تلاقيه موجود. تامسول اومنيك اوكس. سيمبا بروست فلوباديكس الجودوزين. الحاجات دي كلها هتلاقي يعني الشريط بتاعها في حدود 35 جنيه، كلهم اسعارهم قريبه من بعض. سواء الحاجات دي كلها الشريط ب35، ده برضو هتلاقي الشريط مثلا في حدود 40 جنيه، ده 35. فاهم؟ يعني كلهم برضو ايه، هو اومنيك اوكس هو احسن واحد فيهم واغلى واحد فيهم. تمام. ماده التامسولوزين وماده السيلودوزين ده عباره عن ايه؟ الفا بلوكرز للبروستاتا. بس كده. بعد كده ال5 الفا ريدكتيز انهبيتورز احنا قلناهم، همت ماده الفيناسترايد. عندنا بروسترايد ونوبيشيا. بروسكار من اسمه بروسترايد وبروسترايد ونوبيشيا. تمام. طيب بعد كده ماده الدوتاسترايد موجود افودارت دودارت. ادى الدودارت اهو موجود في ماده الدوتاسترايد مع ماده التامسولوزين اللي احنا لسه قايلينها الفا بلوكر، الاثنين مع بعض. التامسولوزين بتركيز 4/10 مللي جرام والدوتاسترايد بتركيز نص مللي جرام. ادى الاثنين مع بعض كده في برشامه واحده، وبرشام مشهور جدا للبروستاتا لما تبقى الحاله سيفير بقى. لو الحاله بقى اصعب من كده وما بتستجيبش للاثنين مع بعض، فبنلجا بقى للجراحه، دكتور مسالك بوليه. بنجرايد افودارت دودارت بنجرايد. دودارت ده عباره عن كومباينيشن، حاجتين مع بعض، ماده الدوتاسترايد مع ماده التامسولوزين. تمام. برضو ماده التدلافيل قلنا عليها. ده السيالس اللي هتلاقيه بقى بيستخدم في البروستاتا اهو، ستاركوبليكس ودايموريكتا، بتاخد قرص كل يوم
مساء، تركيز 5 مللي جرام، ملوش علاقة بقى بالانتركورس خالص ولا العلاقة ولا أي حاجة، ده كده تركيز صغير بيتاخد لتضخم البروستاتا بس، ملوش علاقة بالإيه، بالإركتال ديسفانكشن خالص. الأنتي ماسكارينيك مادة السولفيناسين، دي ماسكارينيك انتاجونست فور يورينري انكونتيننس. تمام. اليورينري انكونتيننس ده حالة مشهورة جدا في الأطفال اللي احنا لسه قايلين عليها، بناخد الديزموبريسين اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون، برضو بنضيف مع الانتي دايوريتيك هرمون اي حاجه من الحاجات دي، ان كنت ال ايه او يوريبان شرب هو مشهور للاطفال، او تولترودين دي حاجات لعلاج سلس البول عند الكبار، او التبول اللا ارادي عند الاطفال. تمام. في برضو ماده السولفيناسين دي بقى بتبقى يعني بتتكتب اكتر لتضخم البروستاتا، عباره عن ايه؟ ماسكارينيك انتاجونست، بتقفل الماسكارينيك ريسبتور وبالتالي بتقلل الاريتيشن اللي موجود في المثانه وبتعمل ريلاكسيشن كده وبتساعد جدا في علاج البروستاتا. ده سولفيناسين بنفس الاسم، تركيز 5 مللي جرام. سوليتراكت ارجينا فاكت سوفيناسين سوليتراكت ارجينا فاكت. ماده السولفيناسين دي ماده تولترودين، تمام، موجود برشام بنفس الاسم برضه تولترودين، واليوريبان موجود بماده الاوكسيبيوتيلين، الثلاثه زي بعض، سولفيناسين او تولترودين او اوكسيبيوتيلين. ضيف في الاوكسيبيوتيلين موجود في يوريبان، وعندك التولترودين موجود في تولترودين بنفس الاسم، وان كنت ال ايه، حتى نفس الشركه اللي مصنعه ان كنت ال ايه هي برضو اللي مصنعه يوريبان، يعني شغاله على المادتين، عملت ماده الاوكسيبيوتيلين وماده التوربيوتيلين. مش مهم الاسماء اعرف بس الاسماء التجاريه دي مش مشهوره قوي، بس انا جايب لك صورهم كده تعرفهم. ان كنت ال ايه لونج اكتنج يعني ممتد المفعول، تولترودين ويوريبان. يوريبان يعني هتلاقيه ممكن الطفل ياخده 5 سم مرتين في اليوم او 10 سم قبل النوم، مع المساعد مع الديزموبريسين اللي هو المينرين ميلت او الاوميجا بريس 120 مايكرو جرام او 2/10 مللي جرام قبل النوم، قرص او قرصين كده قبل النوم. تمام. بياخد الاتنين مع بعض، بيقلل جدا من التبول اللا ارادي عند الاطفال ده. وطبعا بقى لازم تفهم الام ان دي حاجه طبيعيه وبتاع، ولازم الطفل نفسه ما يتعاقبش على الحاجه دي، لان دي مش بايده هو، لان لو اتعاقب بالضرب او حاجه زي كده فنفسيته هتسوء اكتر. ولكن انت بتديله الادويه ديت وبتنبه على الام ان مثلا لو خد الدواء وفي يوم من الايام ما عملش حمام بقى كويس، ان انت تديله جايزه اول ما يقوم من النوم وتشجعه وتحسن من نفسيته. لو عمل الحمام في يوم تقول له عادي ماشي، يعني ممكن شربت ميه كتير او كده، مثلا قبل النوم بساعتين 3 تخليه ما يشربش ميه، يوقف شرب الميه قبل النوم بساعتين 3، يدخل الحمام قبل ما ينام على طول. لو صحي في نص اليوم او الام هي اللي تصحيه، مثلا لو الام بتصحى تصلي الفجر او بتسهر شويه او كده، هي اللي تصحيه بنفسها، يقوم يدخل الحمام ويرجع ينام تاني برضو، بحيث ما يعملش حمام على نفسه. كل الحاجات دي هتساعد الطفل ان هو يتخطى الفتره دي، ولو ما جابش نتيجه بيرجع بقى ان هو الدكتور مسالك ويقيم بقى ويشوف السبب فين بالظبط. تمام يا فهمان؟ يبقى علاج البروستاتا اما ان احنا ندي الفا بلوكر، ماده التامسولوزين وماده السيرودوزين. اشهر حاجه في ماده التامسولوزين هتلاقي عندنا تامسولين، واشهر حاجه في السيرودوزين عندنا الجودوزين وفلوباديكس مشهورين جدا. طيب بعد كده قلنا ال5 الفا ريدكتيز انهبيتورز مش هتلاقيهم بيستخدموا كتير في تضخم البروستاتا، الا الدودارت اللي هو ايه كومباينيشن ما بين التامسولوزين مع الدوتاسترايد الاثنين مع بعض. وبرده الحاجات بتاعت التدلافيل دي هتلاقي في دكاتره بتكتبها لو الحاله ما استجابتش للالفا بلوكر لوحده، ولكن يعني الالفا بلوكر هو ده الفيرست لاين، هو ده العلاج اللي بيبدا بيه اي مريض عنده تضخم بروستاتا، بيبدا ياخد ده اول حاجه. والسولفيناسين بيدوه برضو في الحالات الشديده جدا، وفي ناس بتستجيب ليه بيبقى كويس، وفي ناس برضو ما بتحبش تستمر عليه. طيب وفي اعشاب بقى تانية، تمام، لقوها ان هي بتساعد في تضخم البروستاتا. اشهر حاجه بيبون وبيبون بلس، يعني في دكاتره بتكتب الاعشاب دي وتستغنى عن حاجه مثلا زي التامسولين او الحاجات دي، يعني في زي بيبون بلس ده
كويس جدا جدا جدا، ولو انت طلعته هيجيب نتيجه كويسه جدا. بروستاكيور 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 بروستيد بروستيد بروستانورم بروستانورم بيبون بلس بيبون بلس بروستاكيور بروستاكيور بروستيد بروستيد بروستانورم بروستانورم بيبون بلس بروستاكيور بروستيد وبروستانورم. الحاجات دي كلها عباره عن ايه؟ حاجات اعشاب لعلاج البروستاتا. كده نبقى خلصنا شابتر الاندوكراين والريبرودكشن بنجاح. معلش الشابتر كبير واحنا دخلنا فيه مواضيع تانية، ولكن عشان المواضيع التانية دي يعني ليها علاقة بالأدوية اللي فيه، فعشان ما نفضلش نعيد ونكرر في الأدوية تاني. فاهمان؟ يلا خد بريك بقى كده، وهنزل لك مراجعة سريعة كده في 10 دقايق ولا حاجة للاندوكراين كله، عايزك تسمعها أكتر من مرة زي ما احنا متعودين.